صباح الخير متابعينا. اليوم مع خبز التمن اللي فيه الرجين وهل السكر بعد أن غسلناه ونقعناه ليلة كاملة، وبدينا نخلطه، خليناه بالخلاط الكهربائي وانطانا هاي القوام الثخين اللي ينطينا النتيجة كاملة اللي ما تتفكك بنص المقلاية أو الطاوة. هذا منظره. كل 6 قلاصات يعتبر كيلو، مقابل كل قلاص تمن مقابله قلاص ماء. خليناه بالخلاط عشان يختلط بالكامل ويكون النتيجة الحلوة. رائع واحد جرب السكر خافي التخن السائل أو القوام. وهاي بعد من خبزناها شوف المنظر ما شاء الله تطلع بكل سهولة أبد ما تلتصق. المهم إنه المقلاية أو الطاوة تكون من هاي الجبال ما تلتصق، وحركتها كلش حلوة رأسا تعطينا النتيجة الكاملة. خليه يجسم حتى ليه جربوها ما شاء الله. وهاي بعد أن استوت عندنا نقلبها على الوجه الثاني، وبعد أن قلبناها وكملناها مثل ما يقول طلعناها وهذا المنظر. شوفونه الجمال والروعة اللي موجودة قبالكم، والطعم بعد أطيب ويبيض والجبن الصبح. فإحنا الحمد لله والشكر أنه انطينا هاي النتيجة كلش 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 مرضية لكم. هذا المنظر وهاي الكمية. الكيلو نطانا 20 رغيف أو 20 قرصة نقدر نقول لها، أو قطعة 20 قطعة. بسم الله ما شاء الله. جمال خبز هذا الشكل وهذا الجمال ماله، وما ننطي يعني روعة اشقرار زايد في سبيل ان حتى لا تلبس عندنا القطعة يجنن او الرغيف. شوف الجمال ما شاء الله. وهاي بعد ان طفت علينا الكهرباء واحنا مستمرين بهاي الحالة والشكل والمنظر والطعم كلش حلو والف عافية. جربوها وادعوا لنا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمنى خير من الله عندنا، أحسن ما يبقى عندنا نستفاد من عنده. لما تخلصون الطحين تقدرون تخبزون طحين التمن. استعملوا هاي الطريقة، يقعد التمن قبل ليلة وضربوه بالخلاط. هاي النتيجة وألف عافية. خلصنا. هذا جمعناه الكيس، وهاي الصغيرة اللي بقت